والعرفان نكرم ونحتفي بعطاء استثنائي ورمز من رموز العمل الإعلامي الصحفي المتميز حسن هرماس. نطلب منكم أن تصفقوا له ونطلب منه أن يأتي إلى المنصة. وأنادي أيضا على رئيس جمعية أغابليس سعيد قاني ونائبته فاتحة مبارك ليتولوا هذه اللقطة. تصفيقات حارة على الأستاذ حسن هرماس. السلام عليكم. وهنا أقدم لكم موجز عن الحياة المهنية للسيد حسن هرماس. من مواليد تردند عام 63، خريج المعهد العالي للصحافة بالرباط سنة 87، بدأ مسيرته المهنية كصحافي بالتلفزة المغربية سنة 88-89، ثم عمل كملحق صحفي بديوان عمالة بني ملال سنة 92-93. التحق بوكالة المغرب العربي للأنباء سنة 93 وشغل مناصب متعددة أبرزها رئيس المكاتب الجهوية بمراكش وأكادير سنة 2013 ومدير المكتب الدولي بالقاهرة. تميز السيد حسن هرماس خلال مسيرته بمواكبة أحداث كبرى مثل اعتصام ميدان التحرير، وعمل مراسلا لمنابر دولية مثل الشرق الأوسط والبيان. أشرف على دورات تكوينية ونال جوائز، منها سنة 2005 الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة. وبعد تقاعده من الإعلام العمومي ما زال صبيب العطاء يعطي ليطلق جريدة إلكترونية باسم هرماس بريس لمواكبة قضايا جهة سوس مسا. والآن ننادي على زوجة السيد حسن هرماس، وفي هذه الإثناء غنعطيه يعطينا واحد الكلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أخواتي العزيزات، إخواني الأعزاء، أنا جد سعيد بأن أمثل أمامكم في هذه اللحظة التي أحس فيها بنشوة لا تكاد توصف وبفرح غامر أتفضل بأن أتقاسمه معكم جميعا واحدا ذكرا وأنثى، طفلا وفتاة، مع هذه المجموعات الغنائية الرائعة، مع كل من تعاقب على هذه المنصة في هذا الحفل البهيج، وأقتسمه معا مع الأخ الصديق السي سعيد خمري وزوجته وأسرته. يقول الشاعر العظيم أبو الطيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وأهل الكرم وأهل العزم في هذه الأمسية هي بطبيعة الحال جمعية أغابليس، وعلى رأسها الصديق العزيز السي سعيد قاني والصديقة العزيزة فاتحة مبارك. باسمكم جميعا أشكرهم على هذه الالتفاتة الطيبة الجميلة التي لن تصدر إلا عن أناس يحبون الجمال ويحبون الود ويحبون الخير لهذه المدينة التي نسعى جميعا لإسعاد أهلها
ونسير بها قدما حتى تصبح أكادير عاصمة جهتنا جهة سوس ماسة من أزهى وأفخر المدن المغربية بحول الله. لم تكن هذه الفرصة بطبيعة الحال، فلا أريد أن أتباهى بمساري المهني أمامكم، فأنا أعتبر نفسي دائما أتعلم وأطور قدراتي وأتقاسم مداركي المهنية مع الشباب. لذلك قررت إطلاق جريدة هرمس بريس التي أدعوكم بزيارتها من حين لآخر، فهي مخصصة بالدرجة الأولى للاعتناء بقضايا جهتنا جهة سوس ماسة، جميع أقاليم وعمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة. إذا دخلتم إلى الجريدة فستقرؤون بالدرجة الأولى أخبار أكادير وتاودانت وإنزكا وشتوكا أيتباها وتزديت وطاطا بالدرجة الأولى. وهم ناس هذه الجهة الذي أعتز بالانتماء إليهم أبا عن جد. فكل هذا يرجع فيه الفضل جزئيا أو بشكل كبير إلى شريكة حياتي فاطمة الزهراء على يد الفاس، التي كانت بجانبي دائما في كل منذ تقريبا 30 سنة. الحمد لله أنعم علينا الله بالانسجام وبالمودة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تتقاسموها جميعا مع أزواجكم ومع زوجاتكم ومع أحبائكم. لن أطيل عليكم في الحديث وفي الكلام. أشكر جزيل الشكر هذه الإنسانة الطيبة الأخت فاتحة والأخ سعيد، وللإشارة فلم تمضي على معرفتي بهما بهذه الجمعية أكثر من سنة أو سنة ونصف، وشهادة لله أنه جمعية أجا بلس خلال سنة واحدة والكل يعرف بما في ذلك المجموعة هذه أبانت عن جديتها وعن نشاطها وعن حيوية جعلتها من بين أبرز وأنجح الجمعيات المنظمات الفرعية في المجتمع المدني هنا في مدينة أكادير. لو كانت هذه الخشبة تنطق لنطقت نيابة عني وقالت شهادة حق في حق هذه الجمعية التي تعمل وتبذل وتجتهد وتجاهد من أجل إسعاد مثل هذا الجمهور الذي يمكن له كامل الحب والاحترام. أخيرا تحية للزملاء الذين حضروا معي هنا، الزملاء الصحفيين، تحية لمجموعة أبناء تارودنة المقيمين في أكادير، تحية للإخوة الأصدقاء الذين قدموا من أكادير خصيصا للاحتفاء معي بهذه اللحظة، وتحية لهذا الجمهور الجميل جدا الذي أقول له أتبادل معكم مشاعر الحب والمودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. ننادي أيضا على الفنانة والشاعرة فدوى بن الشيخ لتقديم ضيفة الشرف فدوى بن الشيخ لتقديم شهادة رمزية للأستاذ حسن هرمس. One can only guess what happens next. As it is, I bark and stumble to the word. Dodging shadows lurching through